بص، انا قبل كده سمعت عن لحم الحمير بصراحة، بس انا ما اعرفش هل انا جربته بقى في محل ما جربتوش، دي حاجة يعلم بها ربنا. انا ما اعرفش. فانت لما تنزلي تشتري لحمة ساعات في حتة تشدك كده، عادي خليها تشدك. بعمل اللحمة بطريقة حلوة جدا من كتاب أبلة نظيرة. لا لا، دي حبيبتي كل الجنسيات حبايبي، مفيش مشكلة. هقول لكم النهاردة ايه اللحوم اللي في مصر، وايه كل فرق بين نوع ونوع، وهقول لك بره كمان بيستعملوا ايه. احنا عندنا في مصر 5 انواع لحمه. اول حاجه البلدي العادي بتاعنا خالص، اللي هو المرعى بتاع مصر. تاني حاجه مرعى الجيش. تالت حاجه السوداني. رابع حاجه البرازيلي، الهندي، الكبده الامريكي. يبقى 6 انواع في مصر. اول حاجه هنتكلم عنها البلدي بتاعنا. ليه الناس بتفضل البلدي؟ على فكرة البلدي بيكون العلف بتاعه مصنع، بيدوا خضرة قليلة جدا، عشان كده بتكون دسمة جدا. بعد كده الجيش، بتكون اللحمة مضمونة جدا، بتكون في حدود من 160 ل 180، وده سعر كويس، وبيكون برضو علف مصنع من مزارع الجيش. عندك السوداني، ودي احسن نوع موجود. هتقولي لي ازاي دي ب120 جنيه؟ هقولك احسن نوع بجد، لان المرعى اخضر بس، بيكون كلها خضرة. اولا هي بتيجي صاحية مش مجمدة. السوداني بيدخل مصر صاحي. بعد كده بتتذبح طبعا عندنا حسب الشريعة الإسلامية. ايه الفرق بينها وبين اللحمة التانية؟ ان هي بيكون الشوربة بتاعتها اخف او اقل دسامة من اللحمة البلدي، بس بتكون بلدي وكويسة جدا. بعد كده عندنا البرازيلي. البرازيلي دي منتشرة جدا في كل العالم، مش في مصر بس. طبعا فيها الدسم وفيها قليل الدسم، وبتكون احلى مرعى، ودي معروفة في العالم، هو البرازيلي. بعد كده عندنا الهندي، وده دخل مصر جديد دلوقتي. الهندي تاخدي منه مفروم بس، لانه بيكون تقيل جدا، نسبة الدهون فيه عالية جدا جدا جدا. والعرق التريبيانكو سمعت انه هو كويس. بعد كده عندنا الكبدة، وبتكون مستوردة اسمها ناشونال امريكي، وبتكون رخيصة، بس طبعا التجار حبايبنا بيبيعوها غالية. ليه بتبقى عندنا دايما في مصر الكبدة امريكي؟ لان هم مش بياكلوا اصلا كبدة هناك، فابتدوا يجيبوا لنا الكبد والكلاوي بتيجي مصر. دبي بياكلوا احسن لحمة عندهم الباكستاني، في مصري وابتدى يدخل مؤخرا، بس كان عندهم البرازيلي والسوداني وباكستاني وهندي. يعني لا ابتدى دلوقتي عندهم مرعى اماراتي، بس هم بيفضلوا الباكستاني. ومعلومات مش بفتي بيها، دي ناس عايشة من زمان هناك. السعودي بيحبوا جدا اللحمة السوداني، بيكون المرعى بتاعها حلو جدا بالنسبة لهم، لان الدول دي ما عندهاش خضرة، ما عندهاش مرعى اصلا. عمان برضو بيستعملوا السوداني، وبتكون من افضل الانواع المفضلة عندهم. طريقة سلق اللحمة دي عامل لكم عليها حلقة، لان اتعلمت ازاي نسلق اللحمة بطريقة صحية. اللحمة مش هنملى بانيو ونحط فيها لحمة، لا، هي كده مش حلوة خالص، وريم وتشيلي ريم، لا لا، كده غلط جدا. اللحمة بنحطها في الحلة الاول، معها التوابل، مع ده اللحم، الملح، ومع بصلاية، وبعد كده نوطي النار، هي هتنزل ميتها وتشربها، وبعدين تحطي شوية مية صغيرة لغاية برضو ما تشرب اللحمة المية دي، وبعدين تزودي بقى مية حبة حبة يعني. هي دي سلق اللحمة المظبوط. الهندي حلو جدا في الحواوشي، وده اللي انا سمعت عنه، لكن انا ما جربتوش بصراحة. اللي طبعا بقى التريبيانكو والحاجات دي كده كده بتبقى موجودة في السوداني، في الجيش، في البلدي بتاعنا. صعب ان انتي تجيبي مثلا برازيلي تريبيانكو. ايوه طبعا تقدري تكتشفي كل انواع اللحوم بعينيكي،
ده طبيعي بقى، بتيجي خبرة، بتيجي انت شفتي، بتيجي جربتي حاجات كتير جدا. لكن طبعا اللحمة الغامقة بتبقى عجوزة طبعا، دي حاجة معروفة. مفيش فرق بين اللحمة المصري والسوداني على فكرة، ولا تقدري حتى تشوفيها بعينيكي تقولي الفرق، لان هما الاتنين زي بعض بالظبط. بس انواع اللحوم الكويسة بتبقى باينة طبعا، وبتجيبيها من حد مضمون يعني. هي الموضوع مفهوش لعب في اللحوم المستوردة. يعني اللحوم المستوردة هو مكان ليها مكان بيتباع وانت شايفاه، ما فيهوش فرق خالص. وطبعا حسب الظروف الاقتصادية، وحسب الوضع بتاع كل بيت. وبعدين الفترة الجاية دي احنا هنعتمد على الكيف مش الكم. ده مهم جدا، وده مبدأ لازم نحطه كلنا. يعني انت لو جبتي لحمة مفرومة، وزي ما قلت لك قبل كده دي جوكر البيت دلوقتي، عادي ان انت هتعملي اكل لاولادك بلحمة مفرومة احسن من ما فيش. اللحمة اللي هتشتريها بالشهر، ومحدش يطلع يقول لي مش بجيب لحمة بالشهر. عادي ان انت تجيبي لحمة بالشهر. احنا مش كل يوم هننزل نشتري لحمة، ده اكيد يعني. اوكي. طبعا احنا بنجيب لحمة انت عارفة هتجيبي ايه كويس قوي، وكل قطعية ليها استخدام. يعني انت المفروم عرفتي قلتلك هتجيبيه ايه، ومش وحش على فكرة، وبيبقى ب85 جنيه الهندي. البلدي عندك يا ستي الجيش، عندك السوداني، عندك البلدي بتاعنا، والتلاتة زي بعض مش هيفرقوا خالص. البرازيلي طبعا في ناس بتقول لا، بس في ناس بتجيبها عادي جدا وكويسة برضو، وانتي بتبقي شايفاها بعينيكي.